يا مساء الفل، مساء الجمال، ازيكم؟ وحشتوني كتير كتير. لاول مره تشوفي القناه متنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. اول حاجه كده جهزت الخضار بتاعي اللي انا هحطه. انا بعمل جلاش باللحمه. خلاص، فدي حاجه سهله جدا. فجهزت الخضار بتاعي اللي انا هعمله مع اللحمه، عصجه مع اللحمه، وحطيت سمنه، وبعد كده نزلت عليها بالبصل. وافضل اقلب فيه لحد لونه ما يبتدي يتغير كده او يدبل. انزل عليه بالفلفل الفلفل الاخضر اللي هو الرومي والحراق. خلاص، بعد كده احط شويه جزر. هنا التوابل بتاعتي ملح وفلفل 7 بهارات، ما بحطش غيرهم، ما بزودش حاجه في الاكل. ودي من الحاجات من الثوابت عندي، يعني حتى تركيبه ال7 بهارات بتاعتي مش بغيرها. بعد كده هنزل بالجزر، واول ما يتبلوا كلهم انزل عليهم باللحمه. ده نص كيلو لحمه مفرومه. نعصجهم بقى مع بعض كده ونبتدي نتبل فيهم لحد اللحمه ما تستوي. الجلاش ده من الحاجات برضو الجميله قوي، زي المكرونه البشاميل كده، من الحاجات المفضله يعني لينا. فلما بعمل كمية، انا كنت عاملة كيلو جلاش اللي هو كيسين كده يعني. فهنا كده جبت بقى الصينية، دهنتها سمنة، وابتدي ارص فيها الجلاش. اشوف هرصه ازاي، هظبط كده. اشوف انا اسويه على قد الصينية بالظبط، ان انا الكمية اللي اعملها، وابتدي احط بقى الباقي الحشوات في النص. طبعا مش بدهن سمنة بين الطبقات، و... واوريكم بعمل الحشوة بتاعته بسقيه بايه يعني في الاخر. فهنا كده بحط نص كمية الجلاش، بعد كده احط اللحمة، بعد كده انزل ببقية الجلاش. وانا مسوية المقاسات بتاعته عشان خاطر ما يبقاش متني وكده. هنا كده كنت خلصت. احط سمنة على الوش عشان الوش يبقى طري، حتى في التقطيع ما يغلبنيش وكده. هنا كده كنت خلصت التقطيع وعملت صينية تانية. ابتدي بقى اشوف انا هعمل ايه. كوباية لبن، دول كده معلقتين نشا، وملح وفلفل اسمر، وربع معلقة بيكنج باودر. يعني مش كتير، يعني معلقتين نشا مع كوباية اللبن، وربع معلقة بيكنج باودر، ومعلقتين سمنة، لان انا حطيت سمنة على الوش وسمنة في قعر الصينية. دي اول صينية. الصينية التانية هنسقيها بقى، اللي هي السقية المعتادة اللي بتاعتها، دي بلبن ونشا وسمنة وملح وفلفل اسمر وبيكنج باودر بشوية صغيرين. هنا البيكنج باودر بيحل محل البيض اللي هعمله في الصينية التانية. وبصراحة الاتنين جمال، يعني في ناس بتحبه كده وناس بتحبه كده. هي البيضة كمكمل غذائي، لكن ممكن نستغنى عنها ان احنا نحط البيكنج باودر مع النشا. انا كده هضرب البيضة، احط عليها كوباية لبن، احط عليها السمنة، وابتدي اسقي بيها الصينية. فاللي حابب يجرب الطريقة دي حلوة، والطريقة دي حلوة، يعني الاتنين جمال بصراحة، مفيش فرق بينهم. طبعا بتحاولي تدخلي كده السقية دي في وسط، في النص كده مكان التقطيعات، علشان خاطر تبقى الصينية كلها متشربة وكلها مستوية نفس السوا. اول ما بيطلع من الفرن بغطي وشه عشان يبقى طري، عشان مش بنحبه مقرقش قوي يعني، يعني بنحبه يبقى طري مش نشف. فبتغطيه، البخار بيخليه يطرى. فلو اول مره، لو وصلتي معايا لحد هنا اول مره تشوفي القناه، متنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. اول ما اشوف مش عارفه مالها، مش عارفه اطلعها ليه. هي اول خرطه بتغلبني دايما في اي حاجه، في الكيكه، في اي حاجه. لما باجي اطلعها من الصينيه بتبقى عايزه اجيب الاتجاه من غير ما ابوظ الخرطه اللي جنبيها. فهنا كده دي اول حاجه، دي اللي مسقيه نشا. وعلى ما اعتقد يعني ان انا ما صورتش التانية، علشان خاطر شوفوا دي الطراوه بتاعته، علشان خاطر
تقريبا كانت اتاكلت او صورتها، الله اعلم، هنشوف دلوقتي. فلا كده كده صورتها. دي اول صينيه، دي تاني صينيه. يبقى دي اول صينيه اللي كان بالبيض، ودي الصينيه التانية اللي بالنشا. نركز يا جماعه كده مع بعض. الاولانيه اللي انا الخرطه الاولانيه دي كان بالبيض، لكن دي بالنشا. بصوا نفس الطراوه، والرق مورق خالص، الجلاش مورق زي زي الفطير كده.